يبقى الحصول على اللقب صعب والحفاظ عليه أصعب، وحب الناس هو كمان أصعب وأصعب، لكنه قدر إنه يحصد التلاتة: الحصول على اللقب والحفاظ عليه وكمان حب الناس. معاكم ومعانا النهاردة على ميلودي أمير الغناء العربي هاني شاكر. فينك من بدري يا منايا يا عمري، فينك من بدري يا منايا يا عمري، مستني اشوفك والمح طيفك للاغاني، بحبك انا بحبك انا، مستني اشوفك والمح طيفك للاغاني للاغاني. أهلا بيك على ميلودي هاني. فرصة سعيدة حبيبي. أنا أسعد كتير. بيعني لك إيه لقب أمير الغناء العربي؟ والله بمنتهى الصراحة يعني عايز أقول لك إيه هو تكريم وتشريف من الجمهور والنقاد، لكن في النهاية ما بيفرقش مع الفنان. يعني عمر ما في فنان بيسعى إنه يبقى عنده لقب معين أو يبقى الناس بتطلق عليه شيء معين. هو الفنان هاني شاكر عندي ده أهم حاجة، حب الناس أهم وأهم. ف يعني حتة اللقب والحرص على إنه يبقى فيه لقب معين أنا بيطلق عليا دي مش فارقة كتير معايا خالص، لكن هو حقيقي هي جت فعلا من تكريم الصحافة والنقاد والجمهور. يعني مجموعة من الألقاب اتقالت عليا الفترة اللي فاتت، يمكن كان أنجحها وأقربها للناس وللجمهور أمير الغناء العربي. طيب، دايما بنسمع في أغاني هاني شاكر كتير قوي من الحزن والشجن والإحساس العالي قوي. يا ترى أنت قاصد ده ولا في جزء في شخصية هاني شاكر عنده إحساس كبير جدا وشجن؟ والله بص يا تامر، هو يمكن أنا جيت يمكن في زمن يمكن مش زمني، يعني كان لازم أبقى قبل كده بشوية لأن هو الحقيقة النهاردة الشجن والطرب والكلمة اللي فيها إحساس ما بقتش مطلوبة قوي دلوقتي للأسف الشديد. يعني لكن هي دي طبيعتي، وهو ده اللي أنا بعرف أقوله، وهو ده اللي أنا بعرف أغنيه، وهو ده اللي أنا بحب أقدمه للجمهور وللناس، وعلى فكرة هو ده اللي بيعيش. لكن إذا أنت عايز الحق، هو طبعا الاختلافات الكتير اللي احنا عايشينها في العصر النهارده، والموجات الغريبه اللي انت عمال بتشوفها، والاغاني الغريبه اللي عمال بتشوفها، اعتقد انها يعني مأثره شويه على حته الاحساس او الشجن او الطرب اللي احنا تعودنا عليها في الاغاني من زمان الحقيقه. لو كان هاني شاكر ظهر في زمن مش زمنه، يعني لو كان ظهر دلوقتي اليومين دول، لو كان لسه هاني شاكر بيبتدي اليومين دول، تفتكر كان هياخد فرصته زي ما كان ابتدى ياخدها وقت ما ابتدى؟ اكيد لا، اكيد لا. وايه السبب؟ السبب اللي زي ما بقول لك، انت النهارده بتغني في وسط مين، وزمان انا اول ما طلعت كنت بغني في وسط مين. يعني انا اليق على مين اكتر، او انا قريب لمين اكتر؟ انا كنت قريب للجيل اللي انا كنت بغني في وسطيه اكتر. يعني عبد الحليم حافظ طبعا الله يرحمه، هو يعني المدرسه الاولى اللي حببتني في الغناء، واللي اتعلمت من خلالها اني احب المزيكا وان اكتشف ان صوتي حلو. فانت بتتكلم على مدرسه كبيره جدا جدا. النهارده لو انا لسه ببتدي بنفس المدرسه دي عشان اغني النهارده، اعتقد ما كانش لخامه صوتي ولطبيعه صوتي ممكن كان يبقى فيه يعني النجاح اللي انا نجحته في الاول. لانه النهارده انت ما بتعتمدش على الصوت بس، لا، انت بتعتمد على حاجات كتير تانية خالص، اكترها شكلا واكترها حركة، واللي فينا يعرف يرقص اكتر هو اللي ممكن يبقى انجح اكتر، واللي فينا يعرف يعمل حاجات غريبة ويتكلم كلام في الاغاني غريب يبقى هو الانجح اكتر. المدرسة اختلفت، والنوعية بتاعة يعني المطربين والغنى اختلف عن زمان. الغنى بقى يجي في الاخر خالص، وممكن مبقاش موجود، وتبقى مطرب وتبقى ناجح وتبقى ليك اغاني، وفعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون ما خلقش مثلا حته الصوت فيك مثلا، لكن انت مطرب ناجح وموجود ومتواجد. في حاجات تانية بتنجح. يعني كان زمان ما فيش الفيديو كليبات اللي انت بتشوفها النهارده،
فكان زمان المطرب يقف يغني في الحفله لازم يبقى صوته حلو، يقول لا مش هتروح له تحضره تسمعه. النهارده لا، ممكن تشوفه، ممكن ترقص معاه في حته. ده عيب من انخفاض الذوق العام، ولا ده عيب من الناس اللي ما عندهاش صوت وعايزه تغني؟ هو بمنتهى الامانه من الاثنين، يعني هو طبعا ما من شك ان المنتجين والمطربين لهم يد. احنا النهارده كل مدى بنخوض للاسف الشديد في هيافه اكتر، وفي بساطه اكتر، وفي تفاهه اكتر، للاسف الشديد. مش ده الفن اللي هيعمر، ومش ده الفن اللي هيقعد للتاريخ، ومش ده الفن اللي انت بتربي فيه جيل يا تامر. يعني انا بقول دايما ان الفن ده رساله. الولاد الصغيرين اللي سنه واثنين وثلاثه وخمسه وعشره دول لما يجوا يسمعوا الكلام اللي بيتقال دلوقتي، انت متخيل ممكن لما يكبروا دول يبقى مين مثلهم الاعلى، ومين اللي مربي وجدانهم من صغرهم؟ دي كارثه بجد، كارثه. فهو للاسف هي غلطه مشتركه ما بين المنتجين زي ما بقول لك، ما بين الشركات الانتاج والقنوات الفضائيه الكتير اللي النهارده بقت الحقيقه يعني موجوده بكثره، مش بهدف انها تقدم فن جيد، لكن للاسف بهدف الربح المادي. والجمهور منقاد، يعني الناس لا حول لها ولا قوه. انت النهارده بقيت بتشوف فن شارع الهرم وانت قاعد في بيتك بتفتح بتلاقيه. يعني ما انتش محتاج انك تنزل له زمان زي ما كنا زمان بنقول اللي بيحب يسهر في الكباريهات ويتفرج على رقصات درجه 10 يروح شارع ممكن الهرم. ينزل لشارع الهرم يتفرج عليهم. لا، انت النهارده مش محتاج تنزل شارع الهرم، اتفضل وجالك لحد عندك يعني ما انتش محتاج انك تنزل له. فعلا بتقلب بتشوف انيل من درجه 10 كمان، رقصات ومناظر ومطربين واغاني وكلام غريب وحاجات غريبه جدا جدا. فالقنوات الفضائيه للاسف، يعني انا بقول على قد ما احنا فرحانين بالعولمه وان احنا بقينا كلنا عايشين في اوضه واحده، لكن للاسف الشديد سايبه اثر كبير، وخصوصا على الفن. زي ما كنت بتتمنيني زي ما كنت بتستنيني يعني اللي بينكو زي اللي كان بينك وبيني. قولي لا قبل الدموع ما تخبي عيني، يعني اللي بينكو زي اللي كان بينك وبيني. قولي لا لا، قولي لا لا قبل الدموع ما تخبي عيني.